السلام عليكم يا جماعة. أنا عمكم جلال. والله كذا حد كده سألني، هو أنت ليه مفتري على بيتك وعلى ولادك وليه ما بتصرفش عليهم؟ أنا يا جماعة كنت محبوس واتحبست ظلم، والناس افترت عليا وقالوا كلام كتير قوي قوي قوي، وانا سبت اللي يتكلم يتكلم. انا مش بحب حد يتكلم في ظهري عشان ما بشوفش ظهري. تمام. المهم، خرجت من السجن. انا طول عمري في حالي، بس كل الناس تعمل لي ألف حساب. فاهمين يعني ايه ألف حساب؟ يعني ما حدش يقدر يقول لي بتعمل ايه يا عم جلال، رايح فين يا عم جلال، فينك يا عم جلال. ما حدش يقدر يساومني في حاجة. لما خرجت من السجن متقي شري وبعيد عن الناس وكتم خيري، تقوم مراتي سايبة البيت وخررة واحنا في رمضان وغير رمضان ومش فارق معاها انا عايش ولا ميت. عادي. جت بنت حبتني واعجبت فيا عشان انا راجل، يعني طوب الارض يحبني، برضه اعجبت فيا عادي. كل ده عادي. لكن الناس تتكلم وتقول اصل عم جلال قادر ياخد من الناس كل حاجة. ايوه انا قادر اخد من الناس كل حاجة وقادر اعيش كل حياتي كده. وانا مش معنى اني ساكت ومش بتكلم ومش عامل قلق في البلد ان اسكت. اللي يتكلم عليا انا ممكن اجيبه واخرب الدنيا عليه. فقلت لكم بالهداوة وبالراحة، اللي بيته فيها حاجة يجيبها لي عندي، اكل وشرب كل حاجة. لكن بقى في واحدة تطلع من بناتي تقول انا ما اقدرش اقول لابويا انت بتعمل ايه، طبعا ما تقدرش تقول. انا موت اقتلها. انا ما عنديش يما ارحميني، انا ما برحمش حد. انا جلال ما عنديش يما ارحميني. انا اتحبست وخرجت لقيت الناس مش الناس، ولا الدنيا هي دي الدنيا، ما كانوش شهرين دول. انا ما حدش كان يعرف يتكلم